السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنعمل كيكة الموز بطريقة جديدة. ان في ناس بتعملها بالكراميل والموز بس كده، اللي هي بتبقى مقلوبة موز. انا كمان عاملة الكيك نفسه مش كيكة فانيليا، عاملة الكيكة نفسها بالموز، فطعمها طلع غني جدا، وطعم ونكهة الموز طاغية جدا في الكيك. نبدأ بسم الله ونشوف الطريقة. في الخلاط هنحط 3 بيضات بدرجة حرارة الغرفة، يعني مش من التلاجة. وهنضيف كمان معلقة ونص تقريبا فانيليا، يعني نزود شوية. وهنحط كوباية لبن ونص كوباية سكر. السكر طبعا اختياري، تقدري تقللي او تزودي براحتك. وحطيت حوالي معلقة خل ونص كوباية زبدة. زبدة سايحة، تقدري تحطي زيت على زبدة أو زيت على سمنة، بس أنا بفضل في الحلويات الزبدة. هنضربها في الخلاط لغاية ما تبقى بالشكل ده، يعني حوالي دقيقتين كده في الخلاط. وبعدين أنا مقطعة هنا موزاية واحدة بس، هنزلها أثناء الخفق كده تتضرب مع سائل الكيك. وعايزه اقول لكم ريحتها حلوه جدا، وانا بصبها كده في الطبق ريحه الموز طاغيه وحلوه قوي. بعد كده هنضيف الدقيق. طبعا انا بنخله بالظبط. الكميه دي خدت معايا 2.25 كوب دقيق. الدقيق حطيت عليه كيس بيكنج باودر ورشه ملح، وبنخله بالشكل ده. بتحطي كوبايتين او كوبايتين الا ربع. لو لقيتي العجينة مثلا لسه طرية او سايلة قوي بتكملي دقيق تاني. ولو لقيتيها طبعا تقيلة معاكي بتزودي شوية لبن. هي اتظبطت معايا بالظبط بكوبايتين دقيق وربع، او اقل من ربع بحاجة بسيطة. وطبعا نوع الدقيق بيحدد الكمية. دي صينية دهناها بالسمنة ومبدراها كده بالدقيق. هرص فيها موز من تحت. عايزة تقطعيه شرايح بالشكل ده، عايزة تقطعيه شرايح طولية وترصيها بأي شكل انت عايزاه. وهنا انا حبيت من رشة قرفة كده، بتفرق قوي قوي في الطعم. هنا هعمل الكراميل في طاسة سخنة على النار. بحط نص كوباية سكر وعليها ربع كوباية مية، وبسيبها مش بحركها خالص لغاية ما احس ان السكر لوحده من تحت كده فصل ولونه اتغير. بحركها بالطاسة مش بمعلقة زي ما انتوا شايفين كده. واول ما لونها يغير بشيلها، عشان كل ما تسيبيها على النار هتغمق وهتمرر معاكي. والكراميل سخن كده هحاول اوزعه على الموز، يعني بحاول في الاطراف وفي النص بالشكل ده. وبعدين بصب فيها الكيك بتاعي، اللي هو بقى ما بقاش كيك فانيليا، بقى كيك موز. عايزه اقولك تقدري طبعا ما تحطيش الموزه دي، هتبقى معاكي كيكه فانيليا عاديه جدا، يعني دي حاجه راجعالك. وبديها كده خبطتين عشان لو في اي فراغات او اي هواء يخرج. مش هنسويها بقى ندخلها الفرن على طول، لا، عشان الكراميل يفضل سائل ويتقلب معايا بسهولة لما اجي اقلب الصينية. دي صينية ألومنيوم حجمها اكبر من الصينية اللي انا عاملة فيها الكيك. بحط فيها حوالي كوبايتين مية مغلية، وبحط فيها ليمونة متقطعة شرايح. والليمونة دي زي ما هتشوفوا معايا في الاخر ما بتخليش الصينية الألومنيوم تسود، ولا المية المغلية تسيب فيها أثر. بدخلها الفرن. خدت معايا بالظبط 35 دقيقة. وده شكل الصينية، طلعت زي ما قلتلكوا نضيفة جدا، ما سودتش. الكيك كده ده قبل ما اقلبها انا بحاول افصل من الجناب كده عشان تبقى سهلة معايا. وبعدين بغطيها بطبق او بفوطة نظيفة، لازم لمدة 5 دقايق قبل ما اقلبها.
وبعد كده بقلبها في طبق التقديم زي ما انتوا شايفين. لونها حلو قوي، والكيك طالع معايا مرتفعة وجميلة جدا. ورشة القرفة اللي حطيتها فرقت قوي قوي في الطعم، يعني من وهي في الفرن الريحة كانت جامدة جدا. هنقطعها مع بعض. بسم الله ما شاء الله، الكيك مرتفع ولونها حلو قوي. وصفة سهلة جدا ولذيذة وطعمة لعشاق الموز. أتمنى تكون وصفتي النهاردة عجبتكم وتجربوها وتقولولي رأيكم، وأشوفكم إن شاء الله في فيديو جديد ووصفة جديدة من وصفات أم الدنيا.